السلام عليكم يا أطيب متابعين. معاكم أختكم سوسن الكازاوية في حلقة جديدة ومباشرة من القلب. اليوم ما غاداش نعود لكم قصة عادية. اليوم غادا نحط يدي على واحد الجرح كاين في بزاف ديال الديور المغربية، موضوع كيتخلط فيه الطمع مع النفاق مع أسرار مدفونة تحت سابع أرض. واش عمركم تخيلتوا باللي الإنسان اللي كبرتوا معاه، تقاسمتوا معاه الخبز والملح وبكيتوا على كتفه، ليلة واحدة بسبب ورقة غادا تكتشفوا باللي ما كيربطكم بيه حتى نقطة دم؟ اليوم غادا نعاود لكم كيفاش وصية خلاها الأب ديالي قبل ما يموت قلبات لنا حياتنا رأسا على عقب، وفضحات سر تستروا عليه والدية أكثر من 30 عام. بقاو معايا حتى الاخر، حيت هاد القصة فيها عبرة كبيرة على معنى العائلة الحقيقي. وما تنساوش باللي راه الدم كيرجع مادي، ولكن العشرة هي اللي كتبقى. سي ياسين عماد الدار. حنا عائلة كازاوية قحة، كبرنا في درب السلطان. الدار ديما عامرة، والوالد الله يرحمه الحاج تامي كان راجل كلمة وهيبة. كان عندي 2 خوت، ياسين هو الكبير وأنا سوسن، وخويا الصغير حمزة. ياسين بالنسبة لنا ما كانش غير خو، كان هو السبع ديال الدار، هو اللي كبرنا، هو اللي كان كيضرب تمارة مع الوالد في الحانوت باش نقريني أنا وحمزة في أحسن المدارس. ياسين كان كيشبه للوالد في طبعه، في رزانته، وحتى في ديك الهيبة اللي كيديرها فاش كيدخل الدار. عمري شكيت باللي هاد السيد ماشي خويا، كان كيحن فينا كتر من راسه. فاش كنت كنمرض كان هو اللي كيسهر حدايا، فاش حمزة كان كيدير المشاكل كان ياسين هو اللي كيغطي عليه ويحميه من غضب الحاج. كانت عائلة مثالية، أو هكا كنا كنشوفوها من برا، بعيد على عيون الناس والسم اللي كاين في الزنقة، رحيل الحاج وصدمة الموثق. دارت ليام والمرض هد الجبل ديالنا، الوالد طاح مريض سيمانة وما ناضش منها. في ديك الفترة شفت ياسين كيدوب قدام عينيا بالخوف على الحاج. نهار اللي مات فيه الوالد الدنيا ظلامات في عينينا، ولكن كيف كيقولوا الحي أبقى من الميت. من بعد 40 عيط لينا يموثق الكتاب ديالو. كنا جالسين كاملين، الوالدة مسكينة حانية راسها ودموعها ما نشفوش، أنا حمزة اللي كان كيشوف في السقف وطامع في نصيبه، وياسين اللي كان جالس برزانته المعهودة. الموثق جبد واحد الغلاف كبير مغلوق بالشمع الأحمر، وقال لنا بصوت ثقيل: هذه وصية الحاج تامي، وطلب مني ما تتحل حتى يدوز شهر على وفاته. بدأ الموثق كيقرأ. في الأول كانت هضرة عادية على تقسيم المحلات والدار، ولكن فاش وصل لواحد الفقرة تبدل صوته وبدأ كيقرأ ببطء: أما ابني الأكبر ياسين فأنا أهبه ثلث مالي كهبة وليس كإرث شرعي، لأن ياسين ورغم أنه عاش ابنا لي 30 عاما إلا أنه ليس من صلبي. الصدمة الكبرى والسر المدفون. الصمت اللي طاح في ديك الغرفة كان مرعب كتر من الموت بيدها. حمزة قفز من بلاصتو بحال يضربو الضوء. شنو كتقول؟ خويا ياسين ماشي خويا؟ أنا حسيت بالأرض كتدور بيا. وياسين على ياسين، وجهه ولا بيض كالكفن، عينيه تجمدوا في الموثق. الوالدة بدات كتغوت وتبكي وفضحات السر اللي خباتو السنين. ياسين ولد صاحبه الروح بالروح، مات هو ومرته في حادثة سير فاش كان ياسين عنده شهورة، والحاج قرر يتبناه ويكتبه في الحالة المدنية بسيمته باش ما يكبرش يتيم ومحقور. في ديك اللحظة بان النفاق الاجتماعي والطمع في أوضح صوره. حمزة اللي كان ياسين كيوكله ويشربه بدأ كيهضر بصوت عالي: إذن هو ما عنده حق في الورث، القانون كيقول باللي التبني حرام والميراث لولاد الصلب. ياسين شاف فيه واحد الشوفة ديال الخيبة، شوفة اللي خلاتني نحس بالذل في بلاصتو. وقف ياسين بكرامته ومسح واحد دمعة هربات ليه وقال: أنا عمري طمعت في رزق الحاج، أنا كنت كنحس باللي عندي عائلة، صدقت غير ضيف ثقيل عليكم. الدم مقابل العشرة والعبرة. ياسين خرج من المكتب وما رجعش للدار. حمزة بدا كيدير الحسابات شحال غدا تجيه من الهمزة، والوالدة مرضات وطاحت للفراش بسبب غدر ولدها الصغير لحق العشرة. أما أنا فبقيت كنفكر: واش بصح 30 عام ديال التضحية والحب كتمحى بجرة قلم؟ واش الدم هو اللي كيدير الخو؟ النصيحة اللي بغيت نعطيكم اليوم يا الحداب: العائلة هي شكون اللي وقف معاك في الشدة، ماشي شكون اللي عنده نفس DNA ديالك. ما تخليوش الطمع يعمي لكم البصيرة، وحافظوا على الناس اللي كيبغيوكم بلا شروط. تهلاو في ريوسكم وعاودوا حساباتكم في علاقاتكم، ونتلاقاو في قصة جاية مع سوسن الكازاوية. السلام عليكم.